السلام عليكم. رح اسوي اليوم كنافة بالجبنة، ورح احتاج لقرص جبنة بيضة او جبنة عكاوي، اي نوع متوفر عندك من النوع الجبنة اللي بتسيح. ورح ابشرها بالبشارة. ليش؟ لاني بدي انقعها بالمي، وكل ساعتين ثلاثة غير عنها المي لحتى تتخلص من الملح نهائيا، لان بدي اياها حلوة وما فيها اي طعمة للملح. هلا صارت مبشوره، رح انقعها بالمي. مثل ما قلت لكم ممكن تاخذ معك يوم كامل، يعني 24 ساعه او يومين. انت بتدوقي بتشوفي اذا اختفت الملح تماما بتصير جاهزه لانك تستخدميها بالكنافه. بعد ما حطيت المي بعد ساعتين ثلاثه ممكن ارجع وغير المي، واستمر بهالشي لحد ما تصير حلوه تماما. يعني كل كم ساعه بنغير المي لحتى تصير جاهزه. وهي تاني يوم صاروا الجبنات جاهزين ومحلايين لاني استخدمهم بالكنافة، وراح منهم الملح نهائيا. راح ابدأ بعمل عجينة الكنافة. مثل ما شايفين انا هاي العجينة جبتها جاهزة، كنافة شعر رفيعة. كانت طويلة بس طالعتها من الثلاجة وفركتها بإيدي فصارت ناعمة بهالشكل هذا، أو ممكن بالسكين إذا كان صعب عليكي. وراح أحط لهم هدول مقدار نص كيلو. راح أحط لهم 4 ملاعق سمنة، وأبدأ أفرك فيهم لحد ما يتغطوا كلهم بالسمنة. شوفوا شلون بدأوا كلهم يتغطوا بالسمنة. نفركوا منيح. وجهزت الصينية اللي راح امد الكنافة فيها. مثل ما شايفين حطيت فيها سمنة. واذا كان متوفر عندك صبغة الكنافة البرتقالية فيك تمزجيها مع السمنة من تحت علشان تنصبغ، بس انا مو متوفرة عندي. وعادي انا يعني بامكانك تعمليها بصبغة او بدون صبغة. شوفوا شلون فردت الكنافة بمقدار سنتي بشكل متساوي، وراح ارصهم، ضل رصهم مليح مليح بايدي. وهلا راح افرد فوقهم الجبنة البيضاء او جبنة العكاوي. طبعا بذكر الجبنة بعد ما صارت حلوة وخالية من الملح، صفيتها من المي مليح وحطيتها بالمصفاية شوي، يعني شي ساعة واكتر لحد ما نشفت من يعني المي منها مليح. وبعدين حطيتها كمان بالبراد وتركتها شوي لتنشف اكتر واكتر، لانه ما بدي فيها ولا اي شي من المي. هاي فردنا. شفتوا قرص جبنة واحد كفاني لهي الصينية المتوسطة الحجم مع نص كيلو عجينة الكنافة. وراح احط كمان شوية جبنة موزاريلا فوقهم، مو كتير يعني. هاي حطينا جبنة الموزاريلا. هلا صارت الصينية جاهزة لاني حطها بفرن متوسط النار، مشتغل فقط من تحت. وراح اتركهم وكل شوي بكشف عليهم انه خلص صاروا مستويين من تحت. بالنسبة للقطر راح احط كاسة ونص سكر، وكاسة وربع مي، وراح احطهم على النار لحد ما يغلوا. بدأوا بالغليان راح احط لهم عصرة ليمونة، ماء زهر شوي مو كتير، وراح اتركهم عم يغلوا لحد ما يسمكوا بصيروا جاهزين لاني اسكبهم فوق الكنافة. وهي الكنافة صارت جاهزة. راح احط عليها الصينية، دهنتها بالسمنة، وراح احطها عليها صينية التقديم، وراح اقلبها. وهي بعد ما قلبتها راح احطها على النار فوق لمدة دقيقة لحد ما تذوب السمنة وتسخن من تحت شوي الصينية، مشان بدي اسكب عليها القطر. وهلا راح اصب القطر. وهلا بعد ما صبيت عليها القطر وقطعتها وحطيت لها فستق حلبي صارت جاهزة لاني اقدمها هي وسخنة. مثل مو شايفين منظرها كتير شهي. وهي اول